اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، واقض عنا برحمتك شر ما قضيت. السلام عليكم، ازيكم يا احلى ناس؟ صباحكم كل هنا وسعاده، ويا رب تكونوا بألف خير. النهارده يوم الجمعه، هوريكم بقى الروتين بتاعنا هنعمل فيه ايه. ده يوم الاجازه، الولاد من المدارس ومن الدروس. هنبتدي اليوم كده معاكم واوريكم كده من اول الفطار لحد الغدا هنعمل ايه النهارده في اليوم بتاعنا. يلا بينا نشوف هنبتدي يومنا ازاي. المشروب ده بقى يا جماعه الصبح حلو جدا جدا جدا، بيظبط كده المعده وبيبقى جميل جدا. هوريكم بقى هعمل ايه. هتنزلي الاول بميه كده سخنه، وبعد كده بقى الكمون من الحاجات الحلوه جدا، تمام، اللي ايه بتريح المعده قوي قوي قوي. يعني معلقه صغننه الميه السخنه، وبعدين القرفه الخشب الجميله دي. عندك قرفه بودره عايزه حطي برضو نص معلقه صغننه، تمام كده. ونص الليمونه بقى الرائعه دي. المشروب ده لما تشربيه على الريق بيريح المعده وحلو جدا للتخسيس. لو انت بتخسسي حلو جدا، لو اتعودتي عليه الصبح على الريق هيفرق معاكي بجد. انا بحب بقى بعد ما اعصر الليمونه احطها كده. القشر دوت فيه فايده جامده جدا، قشر الليمون ده. زي ما انتم شايفين كده المشروب اللي انا ايه بحب اشربه كده على الريق اول ما ابتدي اليوم بتاعي. هبتدي معاكم دلوقتي نعمل الفطار، بس لما اشرب بقى المشروب اللي قلت لكم عليه الروعه دوت. بجد حلو جدا، لو اتعودتي عليه هيفرق معاكي جدا جدا لو بتخسسي. غير كده ان هو بيريح جدا المعده. طبعا ما تحطوش سكر ولا اي حاجه خالص. اللي ما يقدرش يتحمله كده ممكن تحطي مثلا معلقه عسل نحل.
والله يشهي، والله يشهي. يا سيدي على جميل البتنجان وهو بيرقص في الطاسة. والله بيشهي، قلبي الضعيف لا يتحمل المنظر الخطير يا جماعة، بجد ده حوار. الحقوا الصلاة يلا. يلا بقى الفطار المتين، وبعد كده ايه يفطروا وينزلوا للصلاة. حطوا البطاطس يلا. يلا يا شباب اقعدوا بقى يلا. وانا اخش معاك ازاي؟ انتي ما تكشفي. هو انت ما تكشفي؟ اسكت يا هيا اقعدي هنا يا سما، اقعدي هنا هنا يا سما. يلا يا محمد بقى هنفطر وبعد كده ينزلوا بقى يصلوا الجمعة. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته
ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ويلا بينا بقى ندخل المطبخ ونشوف هعمل لهم غدا ايه النهارده. يلا بينا. بما اني بقى دلعتهم الصبح كده ليله الجمعه وعملت لهم فطار حلو ومتين، قلت برضه اعمل غدا حلو. بما اننا اجازه بقى نعمل اكل حلو وبرضه في نفس الوقت يكون مفيد. حبيت اجيب بسله، انتوا عارفين ان احنا بقى في الشتاء البسله موجوده، والحاجه الجميله التانية بقى الحلوه الرائعه اللي انا بعشقها وهي السبانخ. بحبها جدا، العيال كلها بتحبها والكبار طبعا. يلا بقى نشوف هنعمل ايه ونسمي الله. يلا بينا. بصوا انا اول حاجه بقى هعملها ان انا ايه ابتدي اتبل بقى اللحمه دي، لان دي اول حاجه لازم تتعمل علشان طبعا الشوربه بتاعتها هنحتاجها في كل الاكل. فانتوا عارفين انا كالعاده عندي في القناه كذا فيديو بحب ان انا ادي تشويحه حلوه للحمه. فهقطع بقى عليها البصل كده، اديها الحياء بتاعها الجميل، وبعدين اديها الصدمه الحلوه وننزل عليها بالميه الجميله. عيني بتخلي الشوربه معسله وجميله جدا. برضو الطماطم اي تقطيع كده عشوائي، مش لازم يعني تبقى ليها شكل يعني معين. ويلا بينا على الحله. جبت بقى الحله البريستو دي، طبعا الاختراع الجميل دوت اللي بيخلي اللحمه تستوي. اي حاجه بتاخد وقت وسوى جامد بتستوي بسرعه ما شاء الله يعني. انا طبعا سخنت الحله البريستو جامد، لازم تسخن جامد، وبعدين نبتدي ننزل باللحمه علشان ندي بقى ايه الصدمه الحلوه. واسمعوا بقى الصوت الجميل الحلو الرائع ده كده اهو، ونسمع بقى التش دي. يا عيني يا سيدي بقى مع الخليط الجميل دوت بتطلع ريحه تحفه تحفه. ونقلبها على الوش التاني على طول بسرعه كده. غليت ميه بره وانزل بيها على النار. هنقفل دلوقتي الحله. بصوا وانا الصراحه الحله دي يعني بتجيب لي شلل، مش بتظبط معايا. كل ما اجي ابقى عايزه اقفلها مش راضيه، مش عارفه. انا عايزه اقول انا بصور اصلا قفلنا ولعنا تاني عشان مش عارفه اظبطها. طيب اتفرجي بقى. انا خدت من محمد دلوقتي وبصور عشان يمكن ربنا يكرمه هو ويعرف يقفلها. اللي غطسه؟ ايوه سمي الله بس عشان اللي غطسه؟ لا لسه هي عايزه. احنا في حرب يا جماعه. هو مين اللي كان بيقفلها زمان دي؟ دي كان بابا الله يرحمه. يا نهار اسود، من ايام بابا الله يرحمه. عايز تاخدي اللقطه؟ لا لقطه مين؟ عايز تاخدي اللقطه؟ لقطه مين يا ابني؟ هي مش ثابته. طب ما تستني. طيب استنى مين يا ابني؟ احنا محتاجين ساعه. اتلسعت. طب اتفضل تاخد في سهم. لا تعال هاتي كده. تعال الله يهديك. خشي. تقريبا كده احنا محتاجين فيديو لوحده تركيب حله البريستو. وبعد معاناه رهيبه، والله معاناه رهيبه، الحمد لله انا اللي قدرت اثبتها. انا ايه؟ ما انا كنت معاكي برضه. استنى اقعد ساكت. بصوا انا ثبتها، انا بس ما رضيتش ايه، حبيت بقى اوريكم بقى التكه. اوريهم التكه. اوريهم بقى التكه. والله العظيم ايدي وجعتني. بصوا. وانا برضه. بصوا. الحمد لله. طبعا انا قفلت النار بسبب الحوار ده، ولعت عليها بقى كده. الحمد لله. فكيها بقى تاني ووريهم بقى. لا مين، انا مش هفكها بقى لما تستوي ان شاء الله كده تمام. قعدت سما بنتي بقى فصصت البسله زي ما انتم شايفين كده. طبعا ايه على الجنة بقى على الجزر سابته. طبعا انا اللي لازم انا ايه لقطها عشان السكينه وكده وتتعور. السبانخ يا جماعه لما عايزه تعملي حله محترمه يعني تجيبي 3 حزم كده زي ما انا جايبه كده 3. وجبت طبعا حزمه الكزبره، لازم كزبره في السبانخ. هبتدي بقى ايه انضفها بقى فكها خالص كده، وابتدي ايه انضفها. عايزه اقول لكم على حاجه بقى، لما تجيبي السبانخ وتبتدي تعمليها، في ناس تمسك كل ده كده
بصوا اوريكم يعني، تقوم شايله ايه الجزء ده كله كده، تستخدم ده بس. لا انا عايزه اقول لكم ان الحته دي اللي فوق دي كده الحمرا دي بتخلي السبانخ تحفه ومعسله جدا جدا. فانتوا طبعا نضفوها كده يعني على قد ما تقدروا، مش لازم طبعا تاخدوا كل الكميه، لا تنضفيها كده وتاخدي منها كده وتخرطيها. ممكن الجزء دوت تشيليه مش لازم، انا بتكلم على الجزء الاحمر اللي فوق ده خليه بيبقى حلو قوي ويخلي السبانخ كده معسله. خلاص هنضف بقى كل دوت وهغسلها واخرطها ونشوف هنعمل ايه تاني. حطيت القوطه في الخلاط للسبانخ، طبعا حطيت بتاع 3 فصوص توم، وطبعا القرن الفلفل اللي انتوا شايفينه ده هيعمل شغل عالي قوي. هنحط برده، نجيب بقى معلقه صلصه كده. هو ده في حد مقلي عليه؟ مش كله ده كل شويه اشتغل اضرب. البصل اصفرت خلاص، ننزل بقى بعصير الطماطم. نحط مرقه دجاج، شويه فلفل، شويه ملح، ونسيبها بقى تتسبك. اغطيها واوريكم. بصوا هنا طبعا انا بحب جدا احط لها حمص الطبيخ ده، فبجيبه وبنقعه كده في ميه سخنه، او انقعيه قبلها بيوم مثلا من بالليل، علشان برضو ايه ما ياخدش سوا معاكي. اول ما تدخل الطماطم في التسبيك اروح نازله بحمص الطبيخ ده. في ناس بتعملها بالرز، تحط شويه رز مع الصلصه، بس بالحمص الطبيخ طبعا روعه. طبعا البسله نايف، والبسله بقى انزل بيها بعصير الطماطم كده عليها. حط بقى ايه كام مكعب كده زبده، مغرفتين شطه. تعالوا نشوف بقى الصلصه بتاعت السبانخ. بصوا خلاص هي قربت تتسبك. في الوقت ده انا هجيب بقى ايه حمص الطبيخ ده واروح منزلاه عليها. اجيب كله كده. هنزل بقى بالسبانخ دلوقتي على الايه الطماطم اللي اتسبكت الجميله دي. شوفوا الكتير الهايش دوت هتلاقوه نزل خالص في الحله بالطريقه دي. نعمل شويه شوربه لسان عصفور بقى. حطيت بقى معلقتين سمنه كده ولا او زبده، تنزلي عليها بقى بكام فص توم كده مهروسين عشان تعملي بقى الطشه الحلوه بتاعت السبانخ. اول ما تدخل بقى على اللون الذهبي ده كده تنزلي بشويه كزبره ناشفه عليها، نقلبها تاخد اللون الذهبي الجميل وننزل بيها على السبانخ على طول. ننزل بقى الطشه الحلوه دي على السبانخ. يا سيدي مش قادره اوصف لكم بقى ريحتها عامله ازاي اول ما الطشه نزلت كده زي الفل. على البسله خلاص تمام. بصوا استوت وبقت زي الفل. هنقفل عليها بقى. تعالوا بقى نعمل مع بعض اللحمه بالبصل. دول 3 بصلات متقطعين بالطريقه اللي انتوا شايفينها كده، وفلفل حراق بقى رومي زي ما انت عايزه، وجزر. حطيت هنا معلقتين زبده. هنزل الاول بقى بالبصل علشان عايزه ايه اغمقه. هبتدي بقى اقلب في البصل
انا هنا بقى عايزاها اللون ده اللي انتوا شايفينه. هروح نازله عليها بقى بفصين توم كده. التوم هيعلي التست قوي بتاع اللحمه، هيخليها طعمها حلو جدا. تمام. ننزل بقى باللحمه. نقلب كل ده مع بعض كده. نبتدي ايه نحيقها بقى. شويه ملح، 4 بهارات، حبه بابريكا برضو، يعني ظبطيها كده بالتوابل اللي عندك الحلوه. بعد ما تخلص ايه رايكم بقى في طبق اللحمه دوت؟ خطير. بصوا الجمال لما بنغمق بقى البصله مع الخضار بقى اللي اتحط، خطيره تحفه. الاكل بتاعي النهارده يعجبكم. انا عايزه اقول لكم ان هم مش عايزين يختموا على كده واليوم يخلص على كده، عمالين يقولوا لي اعملي لنا بقى حاجه حلوه. قلت لهم خلاص بقى كفايه كده بقى النهارده. لا، قالوا لي لازم حاجه حلوه، بس الصراحه انا مش عارفه هعمل ايه والله، لسه هفكر كده واشوف هعمل ايه، وبرضه هصور معاكم ان شاء الله ونختم يومنا ان شاء الله بحاجه حلوه. كده بقى ختمنا يومنا الجميل بالحاجه الحلوه الجميله دي. عملت لهم جلاش بالكريمه، حاجه كده روعه. ودي اخر يومنا بقى. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم اول مره تشوفي قناتي ما تنسيش تشتركي فيها، واللايك الحلو بتاعكم اللي بيساعدني، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني ان شاء الله. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.